يا أهلا، السلام عليكم. اليوم حلقة أسئلة، ما راح أبدي بالمقدمات، يعني راح أقول لكم أن في أسئلة يعني بجاوب عليها، في أسئلة ما راح أجاوب عليها لأن في أسئلة مكررة، وفي أسئلة صراحة يعني ما تنقال، بتودينا ورا الشمس وتودينا بدواهي. ففي أسئلة بجاوب عليها، في أسئلة ما راح أحطها أساسا. فبسم الله نبدأ. السؤال الأول من خالد: هل تشوف طارق العلي كوميدي ويضحك ولا إنسان سامج وثقيل دم كل الحب؟ شوف حجي، طارق العلي صراحة هو فنان يعني قوي إلى أبعد درجة، يعني خاصة في بداية الألفينيات كان جدا جدا قوي ومضحك، وكان مسرحه يعني صاعد بشكل مخيف، وطلعوا من فنانين يعني درسوا على إيده وكان يعني فنهم جميل كذلك، تعلموا منه. لكن في الزمن الحالي أنت تعرف زادوا الفنانين وصار في تنافس، فممكن أنك ما تشوفه صاعد كثر أول لأنه صار في تنافس أكثر، ولكن إلى الآن لا يزال يعني طارق العلي ما شاء الله يعني جدا قوي في مجاله. السؤال الثاني من جاست نورمال مان، يقول: هل أنت حي؟ والله صراحة يعني ممكن أجاوبك وأقول لا، الله أعلم، يعني ممكن أكون ميت ما تدري، أكلمك من البرز. السؤال الثالث من ترولي مان، يقول: بأي سنة دراسية وإيش تخصصك؟ والله يا طويل العمر والسلامة، يعني أنا ما أقدر أعطيك بشكل يعني واضح، يعني معلومة شخصية يعني ما أتوقع تهمك، لكن أنا توني بادي، الله أعلم شنو، لكن توني بادي. تخصصي يعني نوعا ما صوب البزنس وهالسوالف، فهمت؟ فأتمنى أني جاوبت عليك. السؤال الرابع من واي يو يقول: أكلتك المفضلة؟ صراحة أنا عندي أكلات وايد أحبها، ولكن من أبرزهم صراحة المثلوثة، يعني يعرفونها إخواني بالسعودية يا جماعة، أحب المثلوثة بشكل مخيف، والله يا أنها أكلة ممتازة، الديايك وما خلاص. السؤال الخامس من أنت ليش اسمك المهم، يقول: أمك ولا أبوك ولا باربي؟ والله باربي أم. السؤال السادس من ما أعرف إنجليزي، هذا هو قدامكم، يقول: تحب الأنمي؟ وإذا إيه تابعت أنمي هنتر وون بيس؟ والله يا طويل العمر ما تابعت هنتر وون بيس، لكن أتابع أنمي، أو مو أتابع يعني تابعت أنمي، يعني أنا ما أتابع أنمي بشكل مخيف يعني، أو ما أتابع أنمي بشكل مستمر، لكن أحيانا يعني تجيني شي طقة بالمخ إنه ليش ما تابع. فصراحة بحياتي كلها تابعت ناروتو وبوروتو اللي هو ولد ناروتو، ومونستر، وش اسمه هذاك دث نوت، بس هذا اللي شفته بحياتي، ما تابعت اشياء وايد، عرفت؟ حتى ناروتو ما كملته. السؤال السابع من زاحف، يقول: وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ والله حجي شوف، يعني ما يعرف الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن وين أشوف نفسي بعد 5 سنوات؟ صراحة يعني أنا عندي طموح، ما أقول لك أن أنا شخص مو طموح وكل هم يوتيوب ويلا أنزل مقاطع، لا في عندي طموح صراحة، لكن بعد 5 سنوات صراحة ما أقدر أجاوبك، لأن أنا عندي أكثر من نظرة للمستقبل لي أنا شخصيا وين راح أشوف نفسي، لكن بإذن الله أنا أتمنى، ما أقول لك وين أشوف نفسي، لكن أتمنى أني أكون نفس الشخص اللي ببالي، يعني أن أتم على نفس ما أنا وأكون ناجح وأوصل إلى شيء معين ببالي، ما أقدر أقول لك إياه بإذن الله بعد 5 سنوات، يعني الله المسهل. السؤال الثامن من يا جماعة ليش أساميكم كذا، يقول: أدري سؤال شخصي بس أنت طلبت، بس أنت أوكي فهمتك. إيش هي أفضل فترة بحياتك تحس ودك تعيدها، أو لحظة أو يوم ودك ينعاد؟ والله شوف صراحة أنا في فترة، يعني أنا بس خل أعطيك شيء واضح، ترى الإنسان مهما كان كبير أو صغير كل ما يتقدم في العمر تجي له لحظات، وممكن أنا إذا قلت لك الحين والله في لحظة قبل كم سنة كانت حلوة، ممكن أنا تمر علي لحظة اليوم بعد 5 سنين ودي تنعاد، فاللحظات مو ثابتة، مو يعني التغير، لكن حاليا في الوقت اللي أنا فيه، في فترة كانت شهر تقريبا قبل 3 سنين أو سنتين، كنت مسافر بريطانيا لدراسة اللغة مع أصدقاء يعني مع ربعي، كانت فترة جدا حلوة، يعني تعرفت على ثقافة جديدة، ودرست أول مرة بحياتي على أيادي دكاترة بريطانيين، وشفت أشياء يا طويل العمر، وتعلمت أشياء بحياتي يعني ما تعلمتها بذاك الوقت، يعني خاصة الاعتماد على النفس، أنك تكون شخص معتمد على نفسك بنسبة 100%، يعني كان شيء وايد حلو، وأتمنى أنها تنعاد، صراحة أتمنى يعني.
السؤال التاسع من قريب يقول شنو نوع المحتوى اللي تحب تتابعه وهل هو عربي أو إنجليزي؟ صراحة عربي يا أخي العزيز. أدري أن الإنتاجات الإنجليزية الأمريكية والبريطانية وغيرها حلوة، بس العربي خاصة إذا كان قوي أندمج فيه أكثر من الإنجليزي، خاصة مثلا مسلسل نفس رشاش أو فيلم نفس شمس المعارف أو فيلم نفس أحلام العصر أو في مسلسل اسمه راس غليص، ما أدري إذا شايفينه، ما أدري إذا في أحد يعرفه. يا أخي قوايا يا أخي، شيء من ثقافتك، فلما تشوفه تندمج أكثر أن هذا الشيء أنا أعرفه، هذا الشيء مر علي فتستانس. فبالنسبة لي عربي، اندمج أكثر مع العربي. السؤال العاشر من والله يا أخي الاسم يقول وش أحلامك وليه الفيزياء غثيث؟ والله أحلامي وايد، يعني يا ما تمنينا ويا ما طلبنا، وهذه حياتي كلها طايشة ما طاش، حنا من التفكير في الحظ وتبنى الأمنيات محددة. والله شوف عزيزي، أحلامي كثيرة صراحة، يعني أنا بسألك كم شيء بخاطرك؟ وايد أشياء بتكون بخاطرك بنسبة 100%، أنا كذلك وايد أشياء بخاطري ودي أسويها، ودي أروح لها أيا كان، يعني أحلامي كثيرة، ما في شيء مميز فيها صراحة. وليش الفيزياء غثيث؟ أخوي أنا ما دشيت علمي، الله يلعن الفيزياء. السؤال ال11 من U07407 يقول ما هو هدفك من القناة؟ هل هو التعبير عن أفكارك الشخصية تجاه الوضع الحالي أو تناول مشكلات المجتمع؟ أتمنى لك كل التوفيق، أخوك من العراق. والله منعم فيك يا أخوي. والله شوف، الهدف من القناة يعني أهداف كثيرة، مو هدف واحد. القناة هذه عبارة عن فضفضة عن اللي قاعد يصير بواقعنا، مو شرط واقعنا العربي، لا تظن أن واقعنا العربي عشان ما يصير مخك بعيد، لا، واقعنا بشكل عام، منظور وجودي، أفضفض عن الوجود، عن البشرية، ايش قاعد يصير، شنو اللي مو قاعد يصير، يعني أكثر من شيء. وكذلك يعني تناول أفكار المجتمع، يعني مو بس أفكاري الشخصية، يعني حتى أفكار المجتمع أتكلم عنها. فنعم، أنت شفت اغتصاب المستقبل الجزء الثاني، أتوقع أنت يعني إذا كنت عايش معانا راح تفهم اغتصاب المستقبل الجزء الثاني وش كثر كان يتناول مشاكل المجتمع أو مشكلات المجتمع. السؤال 12 من حيدر يقول ايش أكثر شيء تكرهه في الناس وايش أكثر شيء تحبه في الناس، وهل أنت راضي عن انتشار شركية أو لا؟ والله أخوي انتشار شركية هذه ما فهمتك، هل تقصد انتشار الشركية؟ ما أدري، بس خلينا نجاوب على أول شيء. أكثر شيء أكرهه بالناس يا طويل العمر، واللي هو أن الشخص اللي يظن أن الحياة فقط له ويروح يقفل على اللوادم ويسب لوادم وما إلى ذلك، وعباله أن كل الناس نفس معتقداته، وما يظن أن الناس الآخرين لهم ثقافات مختلفة وأديان مختلفة وقناعات مختلفة، فيبي يجبرهم على كل شيء. وهذا الشيء مع الأسف، أو بالأصح يجبرهم على معتقداته الشخصية أيا كانت ثقافة، دين، أيا يكن. وهذا الشيء يولد البغضاء بين الناس وعدم السلمية بين الناس. وإيش أكثر شيء أحبه في الناس؟ صراحة والله وايد أشياء، يعني في أشياء تحببني بالأوادم، ولكن أكثر شيء اللي يحببني بالأوادم يعني بشكل عام بين البشرية اللي هو نوع من أنواع التفاهم اللي قاعد يصير، خاصة بعد كورونا الناس بدأوا يصيرون متمسكين ببعض، صارت في سلمية عالية، صاروا متفاهمين، يعني مو نفس قبل كورونا. وهل أنت راضي عن انتشار الشركية؟ صراحة ما أدري ايش أقول لك أي شيء. السؤال 13 من نواف يقول ليش الناس تحط أغاني بمقاطعها رغم أنهم يعرفون عليها ذنوب؟ أتمنى أسمعك. اوكي، اسمع اجابتك من منظورك اليوتيوبري. والله شوف حجي، كلنا نخطي صراحة، كلنا نخطي، لكن اخي العزيز انا لي نظرة ان الاغاني تكمل المقطع، او الموسيقى بشكل خاص تكمل المقطع. ما اقدر اجاوبك بشكل ديني، انا مو من اهل الاختصاص، ولكن يعني لي نظرة نفس ما تقول سينمائية. الله يجزاك خير على النصيحة. السؤال 14 من يا جماعة ليش الاسم؟ يقول هل تتمنى تغير اسمك؟ إذا تقصد مهلوس لا، عاجبني. الصجي هم لا، العاجب. السؤال 15 من U86Q يقول وش سر حبك للأغاني الشعبية؟ زائد هل ممكن تطلع وجهك باليوتيوب يوما ما؟ والله شوف حجي، سر حبي للأغاني الشعبية يعني أنت لازم أوضح لك شغلة. الحب يعني شيء نفس ما تقول ما له سبب، الحب شيء ما له سبب، فاهم؟ يعني ما في
تفسير انه والله ليش حبيت الشغله الفلانيه، والله لانه كذي. لا يعني الحب يجيك بشكل فطري شيء، يلا يدش شيء على طول تحبه، فهمت؟ فانا يعني صراحه من اول ما عرفت الاغاني وانا احب الشعبيات، فاهم؟ عبد الله السالم، فهد بن سعيد، الاغاني القديمه لخالد عبد الرحمن يعني، وفي اسماء كثيره والله ما تحضرني حاليا، لكن انا قلت لك من اول ما عرفت الاغاني وانا احب الفن الشعبي. تقريبا بعطيك الاهداف الاساسيه بالنسبه لي تحكي الواقع، كانت يعني ما كانت تتكلم عن حب وفقط خلاص، لا كانت تحكي الواقع في زمنهم. عندك مثلا طاهر الحسائي غنى عن الجمس، اللي قال الله على الجمس لولا وارد الستين. فعليا كان في ذاك الزمن تقريبا اكثر الشباب كانوا يحبون سيارة الجمس، كانوا يحبونها بشكل مخيف يعني، ويقولون فيها الاشعار، وما كان في بيت يخلو من الجمس. فحكى الواقع فيه، يعني تخيل اغنيه كامله بس قاعد يغني بالجمس ويوصف السياره وشحالاتها وما الى ذلك. يا اخي تحكي الواقع، فهمت؟ فانا احب الشيء اللي يحكي الواقع، تقريبا هذا هدف يعني، تقريبا مو مفيد يعني، بس تقريبا نفس ما تقول هذه من احدى الأهداف الأساسية. وكذلك يا طويل العمر والسلامة الفن الشعبي، يعني في ذلك الوقت بالثمانينات السبعينات ترى طلعوا فنانين قوايا، وطلعوا نوع من أنواع الفن الموسيقي الجديد اللي سبق عصره، فكان شيء جدا جميل بالنسبة لي. أنا أحب أسمع الأغاني الشعبية بسبة هذه المواضيع. وهل ممكن تطلع وجهك باليوتيوب يوما ما؟ إيه أكد لك أني بطلع، مو ممكن أكد لك أني بطلع بس مو بهالقناة، الله أعلم، لكن مو بهالقناة يعني، راح تيني فرصة أني أطلع وجهي ولكن مو في هذه القناة أبدا. السؤال 16 من عزت، يقول في عنصري بين العراق والكويت اوكي، هو يقصد ان في عنصريه بين العراق والكويت. اذا كان قصدك سؤال فانا اقول لك ان بكل مكان في عنصريه بين شعبين او دولتين، فاي في اكيد في، ولكن يبقى الحب بين الشعبين العراق والكويت اكثر من المشاكل اللي تصير بينهم. وعلاقتنا بالعراق والكويت علاقه جدا حلوه، جدا جميله. خل المشاكل اللي صارت، اخذ المشاكل طقها بالطوف، لكن علاقتنا جدا ممتازة مع بعض صراحة. السؤال 17 من R10TB، يقول ايش اسمك الحقيقي؟ زائد ليه انت افضل يوتيوبر؟ زائد وسر حبك للاغاني الشعبية؟ زائد ليه اسمك مهلوس بالضبط؟ شو اسمك الحقيقي او الصجي؟ والله راح تعرفه مع الوقت، راح تعرفه لا تستعجل. زائد ليه انت افضل يوتيوبر؟ الله يعطيك العافيه صراحه، بس ما اشوف نفسي افضل يوتيوبر. اذا انت تشوف الله يعطيك العافيه، اكيد انا افضل يوتيوبر. وسر حبك الاغاني الشعبيه جاوبنا عليه. ليش اسمك مهلوس بالضبط؟ ليش اسمي مهلوس؟ يا طويل العمر انت بس شوف قناتي، القي نظرة على قناتي، يعني اسمي مهلوس، انت بس شوف القناة، القي نظرة على القناة راح تعرف ليش. يعني ماكو شيء ثابت بالقناة وانت ملاحظ. زائد الافكار اللي تجيني بالقناة افكار شخص مهلوس ما هو طبيعي، فهمت؟ فالاسم يعني اسم مهلوس يعني طلع لي يوم فتح القناة، ويعبر عن كثير من الاشياء، خاصة الافكار اللي تجيني. الشخص المهلوس ما يفكر بشكل طبيعي، فايه يعني ممكن انك تربط افكار المقاطع وديزاين المقاطع بالاسم. السؤال 18 من درامن جرو، يقول هل هي افضل اداة استفهام ولا ايش ولا ايه ولا ايه شيبي هذا؟ المهم الباص لما يخرج السواق، انت شنو لهجة الباص لما يخرج السواق كيف يقفل الباب مع ان زر الباب داخل الباص؟ ايش تقصد انت بالباص؟ انت لما تهلوس هل تتعاطى يا حبيبي انت شنو تبي؟ والله ما راح اجاوبك زين، ترى اذا ما حطيت تعليقي تراني مصورك، تراني سبايدر مان وفي نفس الوقت عندي كاميرا يا يبوي. انزين هل هي افضل اداة استفهام؟ ممكن يعني، ممكن نعم. هل ذهبنا اليوم؟ يعني هل يعني اداة استفهام جميلة يعني. سؤال 19 من RG، يقول اسئلة خفيفة لطيفة. 1 اسمك الحقيقي؟ 2 كم عمرك؟ 3 هل انت ناوي تطلع وجهك في السوشيال ميديا؟ 4 هل راح تستمر في اليوتيوب؟ اكثر دولة تحبها بعد الكويت؟ وبس والله استمر، الله يعطيك العافية الحبيب. اسمي الصجي يا طويل العمر، انا قايل يعني مع الوقت الناس بيعرفونه. 2 كم عمرك؟ انا بالعقد الثاني يا طويل العمر، يعني هذا اللي اقدر اقول لك اياه. هل انت ناوي تطلع وجهك في السوشيال ميديا؟ جاوبت اكيد لكن مو بهالقناة. هل راح تستمر في اليوتيوب؟ كذلك ممكن
ما راح اقول لك اليوتيوب مو ثابت عزيزي، لازم تفهم شغله، اليوتيوب مو ثابت. كذلك فوق ما ان اليوتيوب مو ثابت، مو اي شيء تقدر تقول فيه ولا اي فكره تقدر تطرحها، وما تقدر تطلع الربح المخيف اذا انت بالشرق الاوسط، لان الارباح اللي بالشرق الاوسط ربع تقريبا او نص اللي يطلعونه في امريكا واوروبا. هني عندنا بالشرق الاوسط يقصون ارباح اليوتيوب، فصراحه ما ادري، لكن يعني مو الارباح هي السبب اللي ما راح تخليني اكمل، لكن مو اكيد اني استمر صراحه. تعرف الانسان يمر بظروف، يمر بدراسه، ممكن انه يلاقي له منصه افضل او مجال افضل، الله اعلم، لكن مو اكيد اني استمر عشان اعطيك اياها واضح. اكثر دوله تحبها بعد الكويت؟ صراحه يا طويل العمر والسلامه انا احب كل البلدان العربيه، وما عندي اي مشكله مع اي بلد عربي، ما في دوله محدده، ما في دوله محدده صراحه، ولكن يعني كثير من الدول احبها يعني. وبس يا جماعه الخير، هذه كانت الاسئله، اتمنى اني جاوبت على كل الاسئله، ونفس ما قلت لكم في اسئله ما حطيتها لانها مكرره، يعني اكثر من شخص كتبها. كان معاكم مهلوس القلب مشاعر